برباط نظم حزب الحركة الشعبية لقاء بمناسبة عيد العرش المجيد شعاره ربع قرن من العطاء والنماء والتميز. رشيد كن ومحمد الناصري. البرنامج الاحتفالي لحزب الحركة الشعبية بمناسبة عيد العرش المجيد يدشن بهذه المائدة المستديرة التي وقف خلالها المشاركون على المسار التنموي الشامل الذي عرفه المغرب وما زال يسير عليه في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك من أجل تحقيق معادلات الدولة الاجتماعية والتنمية المجالية وصيانة كرامة الوطن والمواطن معا وطنيا جهويا ودوليا. بلادنا كتعرف واحد الطفرة تحظى باحترام كبير لدى دول العالم، ايضا الانتصارات الدبلوماسيه اللي تحققت ايضا فرضت هذه الصوره وفرضت هذا الامر الواقع اللي كيفرض احترام المملكه المغربيه اللي فعلا وفيه الثوابت ديالها وفي الالتزامات ديالها، وهذا دائما طبعا كيدخل في هذه الرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو. هي مناسبه سنستحضر فيها مع ثله من الاساتذه الجامعيين والخبراء إنجازات جلالة الملك نصره الله في عدد من المجالات، ولكن أيضا الأسئلة المرتبطة بمحورية مؤسسة إمارة المؤمنين والملكية، وأيضا الدلالات الكبرى للبيعة كعقد يربط بين الملك والشعب. المائدة المستديرة وقفت أيضا على أسئلة الهوية والتعدد والانفتاح الذي يعيشه المغرب وما يتطلع له المغاربة من آمال كبيرة وفق مقاربة تشاركية ينعشها المفهوم الجديد للسلطة والممارسة الديمقراطية وتحديد الصحراء المغربية كأولوية وطنية.